بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ما زلنا في لقاءات متتالية ومتوالية عن إمكانية مخاطبة الجن للإنسان ورؤية الإنسان للجن في حال تشكل الجن في صورة غير صورته التي خلق عليها. واحنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بقدرته أعطى الجن القدرة على التشكل، يعني ممكن يتشكل في صورة حيوان، ممكن يتشكل في صورة إنسان، ممكن يبقى في صورة حية، ممكن في أي صورة من الصور بيتشكل فيها كيفما شاء بإذن من الله سبحانه وتعالى. طبعا اتكلمنا عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجن نصبين، وما بين نصبين وبين مكة آلاف الكيلومترات، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يدعو أهل الطائف للإسلام فرفضوا وسلطوا عليه الأطفال فرموه بالحجارة. لما راجع وهو راجع في طريقه جلس في مكان اسمه وادي نخلة فصلى وقام الليل وجلس يقرأ القرآن، فصرف الله إليه آلاف من الجن الطيار كانوا يطيرون، فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وكانوا يحدثون صوتا فقال كبيرهم وسيدهم: أنصتوا أنصتوا لنستمع إلى هذا القرآن، إلى هذا القرآن الذي يتلى. فلما استمعوا إلى هذا القرآن تكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم رجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. واتكلمنا في المرة الثانية برضو عن لقاء سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مع رجل من الجن كان بيسرق من تمر زكاة أو صدقة رمضان، ومسكه 3 أيام، وفي اليوم الثالث قال له: خلاص أنا مش هاجي وأوعدك إني مش جاي، وهعلمك كلمات لو قلتها هيكون عليك قبل ما تنام، يعني إنك تقولها قبل ما تنام، تتوضأ وتقولها، سيكون عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان هذه الليلة. قال له: إيه هي الكلمات ديت؟ قال له: آية الكرسي. فسيدنا أبو هريرة سابه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم الصبح وقال له: ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره وقص عليه ما حدث مع هذا الجني، وقال له إنه وعدني إن مش هيرجع، وقال لي: هعلمك كلمات لو قلتها قبل ما تنام هيكون عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان، علمني آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. اللقاء الثالث اللي هنتكلم عنه النهارده مع عبد الله ابن أبي. عبد الله بن أبي رضي الله عنه كان عندهم مكان واسع بيجمعوا فيه التمر علشان يجف ويبقى يتحول من بلح رطب إلى تمر، فكان كل ما يروح يتعاهده ويبص عليه يلاقيه ناقص، فقال: لا، أنا هحرس التمر ده الليلة دي واشوف ايه سبب نقصان التمر دوت. فجاء بالليل وحرس التمر فعلا، فشاف دبة من على بعد، دبة جاية كهيئة الغلام المحتلم. فدخل عليه عبد الله بن أبي وقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قال: أينس أم جن؟ قال: أنا من الجن. قال: وما الذي حملك على ما تفعل؟ ايه اللي حملك انك تسرق وتاخد من التمر دوت؟ قال: علمت انكم تحبون الصدقات فاردت ان اصيب من تمركم، يعني انا عرفت انكم بتتصدقوا وبتحبوا الصدقات، فانا اردت ان اخذ من هذا التمر. فسيدنا عبد الله ابن ابي قال له: اعطني يدك، فمد له يده فكأن يده يد كلب وشعره كشعر كلب. فقال له عبد الله بن أبي: أكلكم أو أجميعكم هكذا؟ قال له الجني، قال له: لقد علمت الجن أن ما فيهم أقوى مني. فقال عبد الله بن أبي له: إذن لا تأتي لتسرق من هذا التمر مرة ثانية. قال: سأعلمك شيئا إن قلته كان عليك من الله حافظ. قال: أي شيء؟ قال: آية الكرسي. فلما رجع سيدنا عبد الله بن أبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بما حدث وأخبروا بالقصة كلها والموقف الغريب العجيب اللي حصل مع ده، وقال له: يا رسول الله، أنا التقيت بواحد من الجن وكانت هيئته كذا وكذا، وبعدين قال لي أنا أقول لك أعلمك آية لو قلتها هيكون عليك من الله حافظ ومش هيقربك الشيطان برضه. قال له: إيه هي؟ قال له: آية الكرسي. قال له النبي: صدق الخبيث. فده دليل ان
الجن كان بيلتقي ببعض الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يتشكل في صور يعني حسب ما أعطاه الله القدرة على ذلك. فده أمر مش مستبعد أبدا. لكن ما يعني أنت اللي بتسمعه ده مش غريب ولا عجيب، مذكور في كتب الحديث وفي صحيح السنة. وبعدين مش كل اللي انت تجهله مش موجود، لا، في حاجات كتيرة موجودة ممكن انت حضرتك او حضرتك لم تطلع عليها، لم تقرأها، لم تسمعها من احد، لان الحاجات دي قل من يتحدث فيها او قل من ينقلها للناس. انما عن الجن موجودين وبيعيشوا معانا، وحتى لو انت اكلته من غير ما تسمي الله سبحانه وتعالى بيشاركك في الطعام اللي انت بتاكل فيه الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نيجي ندخل البيت لازم نلقي السلام على أهلنا في البيت، علشان أول ما بتدخل البيت وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيطان بيجمع أعوان الشياطين ويقول لهم لا مبيت لنا في هذا البيت. طب لو وضع الطعام وقلت بسم الله وكل اللي قاعدين قالوا بسم الله وبدأوا ياكلوا، الشيطان يجمع أعوانه ويقول لهم لا عشاء لنا في هذا البيت. طب لو انت دخلت ما قلتش السلام عليكم ولا ألقيت السلام على أهل البيت وقعدت على الأكل وكلت من غير ما تقول بسم الله، الشيطان بيجمع أعوانه ويجلس ويقعد معاك في البيت وياكل من الطعام، ولذلك تجد الغم والحزن والنكد والضيق عندك في البيت، والطعام ما فيش فيه بركة. فالشيطان يقول لأعوانه لقد أدركنا المبيت والعشاء. عشان كده من السنة لما تدخل بيتك وتقول على أهلك تلقي عليهم السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوت مسموع وهم يردوا عليك. لما تقعد تاكل على الطعام انت وأولادك تقول بسم الله، كل واحد منكم يقول بسم الله بصوت مسموع. حتى عند جماع الزوجة المفروض عند جماع الزوجة بتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طيب لو جمعت زوجتك من غير ما تقول هذا الذكر، الشيطان يشاركك في هذا الأمر. وإذا رزقت بولد نعوذ بالله أو بنت بيطلعوا مشيطنين، عشان كل اللي احنا شايفينه الجيل كله طالع مشيطن، لأن الكل بينسى يذكر ربنا، وساعة البطون بتوه العقول. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.